السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن صحة وفي احسن حال. كل سنة وحضراتكم طيبين وربنا يسعد ايامكم. الشهر بيجري، شهر رمضان الكريم بيجري اوام. ربنا يتقبله منا يا رب، اللهم امين. فيديو النهاردة انا عاملة معاكم في تجهيز الفطار. وعاملة فيه كمان الحلو، ويا رب يعجبكم بإذن الله. عاملة صينية كنافة 10 على 10. والفطار بتاع النهاردة رز صيادية وسمك مقلي، بس السمك المقلي عاملاه بخلطة تحفة جدا، وإن شاء الله بإذن الله هتعجبكم. ولو جربتيها بالطريقة دي صدقيني ولادك هيقولوا احنا شارين السمك ده من بره. ليه خلطة ريحته جميلة وتحفة. اول حاجة معايا انا جبت 5 سمكات. ال5 سمكات دول يعني انا يعني بختارهم واقول وزنهم لي. طلعوا كيلو وربع، طلعوا كيلو ونص لحاجات بسيطة على حسب، بس انا في الغالب يعني بجيبه كيلو وربع. السمك ده كان عامل 80. جبت الكيلو وربع ب100. احنا اسرة 6 افراد. وعندي يعني بنوتة منهم 4 سنين، فانا وهي بناكل السمكية. وولادي اصلا ملهمش في السمك قوي، فكل واحد بياخد سمكية. وكمان اولادي ما بيحبوش البطن بتاعت السمكية اللي هي بيبقى فيها الشوك وفيها التتبيله وكده، يعني بتبقى احلى حاجه في السمكه، انا بحبها، ده اللي انا باكله. يعني ولادي اديهم بس الظهر وانا اكل انا البطن المحشي بالخلطه اللي انا هعملها معاكم دلوقتي. صراحه تحفه. فعشان كده ما بكترش اكتر من كده. واصلا بعمله كمان مره واحده في الاسبوع، لان زي ما قلت لكم الولاد مش غاويين. المهم هنا نضفت السمك يا حبايب قلبي وظبطته. وبعد ما نضفته فتحته زي ما حضراتكم شفتوا، ونقعته في ملح، معلقتين ملح كبار وليمونتين 3 كده. انا عملت 3 عشان الليمون ما كانش فيه ميه كتير. وتحطي بقى معلقه كزبره، يا سلام. مش هتلاقي اي ريحه زفاره للسمك خالص. هنا طبعا انا نضفته، شفتوا السمك كمان فيه بطاريخ ازاي. نضفته وفتحته زي ما انتوا شفتوا ونقعته. هنقعه شويه كده بقى في الملح والليمون والكزبره. وايه، وعلى ما اخلص الخلطه بتاعته. هنا طبعا خلصت قلت نقعته انضف الحوض على طول يا بنات، ما ينفعش اسيب الحوض بزفاره السمك. بروح غاسله الحاجات اللي انا استخدمتها لتنظيف السمك، واروح غاسله الحوض ومظبطاه. علشان خاطر انا جيت استخدمت مثلا غسلت رز، غسلت خضار، غسلت بصلايه، يبقى انا الحوض عندي نظيف. ما بقاش بقى ايه، اصل انا شكاكه. اي حاجه اعمل فيها مثلا سمك، لحوم، فراخ، لازم افضل اغسل بخل وبصابون، وعشان خاطر ابقى مرتاحه. وعشان خاطر كمان لما الولاد يجي يستخدموا اي حاجه في الحوض وخدوا كوبايه، خدوا معلقه ولا كده، ابقى انا مطمنه ان الحاجه نظيفه، ان الحوض نظيف. هنا معايا بقى قطعت 3 4 فلفلات اخضر. ولو بتحبي حراق ممكن تحطي قرن شطه. انا ما كانش عندي شطه خضراء، فانا مخزنه شطه حمراء حراقه، حطيت منها معلقه كبيره. وعندي نص بصلايه واربع خمس ست فصوص توم. السمك بيحب التوم. ومعلقه كمون ومعلقه كزبره. وطبعا الملح. وهنا برضو قطعت طماطمية كبيرة، وكل ده حطيته في الكبة. وايه، لو عندك كمان عود شبت ممكن تحطيه. بس انا ما كانش عندي، وبعدين انا هاخد منها احط منها على البتنجان، فانا ما بحبش يبقى بخلطة البتنجان شبت. وممكن كمان تحطي معلقة زيت. معلقة الزيت ده بتخلي الخلطة دي تحفة. المهم هنا ادي السمك اهو، انا خلاص غسلته من المية اللي كان منقوع فيها وصفيته. وهبدأ دلوقتي احشيه بالخلطة. الخلطة دي احنا يعني انا وزوجي بنحبها، الولاد مش بياكلوها، بس احنا بناخدها كده نحطها على الرز وبناكلها، صراحة بتبقى حكاية. المهم هنا باخد انا بالمعلقه كده معلقه كبيره. وابدا احشي السمكيه واظبطها، علشان خاطر ابقى متاكده ان كلها متبله. طيب الخلطه دي بقى ممكن تعملي بيها السمك، يعني تجهزي السمك ده من بدري. تنضفيه وتنقعيه في المحلول، وبعد كده تحشيه وتسيبيه. لو سيب كل ما تسيبيه في الخلطه دي بيخلي لحم السمك طعمه حكايه. هعمل معاكم هنا بقى ال البصل بتاع الرز الصيادية. انا يا بنات بشتغل كله مع بعضه. يعني ايه، بدخل المطبخ كل حاجة ابدأ فيها مع بعضها، بحيث ان انا ما اقفش في المطبخ كتير، ما بقاش مثلا واقفه لي ساعتين 3 عشان خاطر اعمل اكلة زي دي. لا، انا هنا خلاص خلصت السمك وتبلته، رحت على طول
حاطه البصلايه احمرها، وايه، وبعد على ما تتحمر وكده اكون انا مثلا جهزت حاجه تانية زي ايه، زي ما حضراتكم شايفين، سبتها على النار بقى تتحمر براحتها، وكل شويه ابص عليها واقلب عليها. معايا هنا بقى خلطه السمك اللي هي القشره الخارجيه، الطبقة الخارجية. معايا الخمس سمكات دول، ما تكتريش اكتر من كده، هو اللي انا هقولك عليه. الخمس سمكات دول 4 معالق كبار دقيق، معلقة كبيرة نشا، معلقة صغير، نص معلقة عشان المعلقة دي صغيرة، نص معلقة فلفل اسود، نص معلقة كمون، طبعا بتملحها معلقة ملح، ومعايا معلقة صغيرة برضو كركم، ونص معلقة شطة. لو ما بتحبيش الحاجة بتبقى سبايسي ما تحطيش الشطة، بس هي ما كانتش سبايسي قوي يعني ولا حاجة. الخلطة اللي جوه هي اللي كانت حراقة شوية بسبب الشطة الحمراء اللي انا حطيتها، هرست الشطة. المهم رحت مقلبة كله ده مع بعضه، ويا بنات ومعلقة كزبرة كمان انا نسيتها معلش، لان انا اصلا يومها كانت خلصانة مع عندي. المهم خدت بقى 3 معالق بالظبط منهم، ورحت حاطه عليها مثلا بجهز معايا نص كوبايه ميه، واحط شويه بشويه لحد ما الاقي خلاص، عشان ما احطش مره واحده يعني. انا يعتبر خدت نص ربع معلقه، ربع كوبايه، واضربها بالمضرب كده واتاكد ان ما فيهاش تكتلات ولا اي حاجه، عشان خاطر يعني ايه تخلي الطبقه بتاعه السمك حلوه وسمكها زي ما حضراتكم شايفين، ولا هي خفيفه ميه ولا هي تقيله. المهم هنا ادي خلاص، على ما جهزت دول كانت البصلايه اتحمرت معايا، فانا كده بستغل الوقت، تبقى وقفه واحده عشان نخلص وننجز ونطلع من المطبخ ده اللي احنا على طول قاعدين فيه. لو وصلتوا معايا لحد هنا ما تنسونيش بقى حبيبتكم باللايك والاشتراك في القناه عشان تسمعوا كل الفيديوهات اللي انا بنزلها ان شاء الله. هنا بقى حطيت بقى، هو خلاص اتحمر تمام، حطيت كوبايه ميه كبيره زي ما حضراتكم شايفين. طيب انا عايزه اقول لكم حاجه بقى، انا حطيت ايه مع البصل ده وانا بحمره؟ حطيت معلقه سكر، وانا بحمره حطيت معلقه سكر صغيره ومعلقه ايه ملح صغيره. اتحمر معايا، السكر بيخليه يتكرمل وبقى طعمه حلو، بيدي نفس حلو. بعد ما حطيت له الميه بتاعته، بروح بقى حاطه معلقه صغيره كمون، واغطي عليه. اول ما يبدا يغلي، انا طبعا على ما يغلي هكون بعمل ايه، هكون مثلا بغسل الرز واظبطه، ولو في مثلا انا بحتاج انقيه لان الرز البلدي بتاع الفلاحين بيحتاج يتنقى، اكون نقيته وايه واغسله واظبطه. طيب الميه غليت معايا، نزلت بالرز، هبدا بقى املحه بقى كويس. كل ست بيت عارفه هي بتستخدم رز قد ايه وبيحتاج ملح قد ايه. هنا ملحته، واول ما بدا يغلي معايا غطيته وسبته على النار. بسيب الرز ايه بقى، اول 5 دقايق على نار هادية، وبعدين 10 دقايق على نار متوسطة، وبعد كده اهدي النار خالص لحد لما يستوي. هنا بقى خلاص انا بدأت بقى ايه اظبط السمك كده، الرز احنا ركناه بيستوي. بحط السمكية في الخلطة، وارجع احطها في الدقيق، واشمعها كلها واغطيها كلها بالدقيق، اتاكد ان هي كلها بالدقيق. عامله يا بنات زي خلطة الكنتاكي او البروست، اكنك بتاكلي كده. بصوا عامله ازاي، والسمكية متغلفة، والخلطة فيها تعريجات كده جميلة. صراحة أنا كنت الأول أول ما اتجوزت كنت يعني ماشية على الله حكايتي، مش كنت بعرف أعمل حاجة، فكنت بقى ليه عادي يعني. المهم شفت، كنت غاوية بقى إن أنا أتفرج على الفيديوهات، على البرامج بتاعة التلفزيون بتاعة الطبخ. فشفت حد من الكلام ده من زمان، بقاله بتاع يعني 15 سنة، حد عملها كده مرة. المهم بقى إيه، عملتها كده لجوزي، جربتها من يومها يقول لي إيه اعمليها كده، ما تقليهاش ليها في الدقيق. انا بعد كده اقول بقى عايزه استسهل واقلي في الدقيق وخلاص، يقول لي لا مش هاكلها. بس بصراحه طعمها جميل، خليها السمك ليه طبقه كده حلوه وكريسبي وبتبقى تحفه. عندي ملوكه ال4 سنين تقول لي ما تدينيش السمك كده، اديني معاه القشره بتاعته. المهم هنا جبت حلة، انا بحب احمر في الحلة الالمونيا دي علشان خاطر ليها احرف عالية، فما اقعدش بقى يطرطش الزيت ويبهدل لي البوتاجاز الزيت بتاع السمك، فبحب احطه في الحلة كده. بروح بعد ما اخلص طبعا بروح غسلاها وخلاص. المهم بحمر السمك، ما تعليش عليه النار يا روح قلبي، علشان خاطر ما ياخدش لون ويتحرق منك بسرعة. السمك تخلي النار وسط، ولا هي هادية قوي عشان ما ينزلش ميته، ولا هي عالية قوي يقوم يتحرق. هنا التليفون كان هيتقلب مني على الارض. الحمد لله.
هنا بقى والسمك بيتحمّر، كنت بقى عملت بطاطس وحطيتها تتحمّر أهي جنبي كمان، علشان خاطر أنجز وقتي. لو وصلتِ معايا هنا فضلًا منِّك اشتركي في القناة وفعّلي زر الجرس، علشان خاطر نِفسي على ما رمضان يخلص أكون أنا ربنا كرمني وخلّصت الشروط، كمّلت الشروط بتاعة القناة وفعّلتها. أنا باتمنى من ربنا وبادعي ربنا إن على ما رمضان يخلص يكون حصل كده. هل ده بقى هيتحقق والّا لأ؟ أنا بادعي ربنا، وربنا سايبة كل حاجة على ربنا، الحمد لله والشكر لله. المهم بقى خلّصت السمك وبدأت أطلّع فيه كده، أدي الرز معايا أهو زي الفل ولونه تحفة ومفلفل وجميل، بألف هنا علينا وعليكم يا رب. هنا بقى خلاص أنا كده قدّمت كل واحد طبق الرز بتاعه والسمكية عليه، وطبقين سلطة، وطبقين بطاطس، وهنا فاضل دقة سِبتها برضه علشان خاطر كنت لسه هاقلي بتنجان، بس ما جيتش معاكم في التصوير. خلّصنا بقى الفطار ندخل على إيه، على الحلو. أنا جيت بعد الفطار وقُلت بقى على ما الولاد يصلّوا وكده، إيه أنا هادخل المطبخ أعمل الحلو، لإن بصراحة بالنهار ما لحقتش، بيبقى الواحد أصلًا مفرهد. المهم جبت هنا نُص كيلو كنافة، كنت حاطاها في الفريزر، ما لازم أحطها في الفريزر عشان خاطر لمّا آجي أهريها تبقى سهلة معايا. وهنا بدأت بقى لو في حاجة مكلكعة والّا أي حاجة أفُكّها كده بإيدي واضبطها، علشان خاطر لما اجي احط عليها السمنه كل الكنافه تشرب من السمنه دي، ما يبقاش في حته شاربه وحته لا، لان الكنافه يعني سمنه. تمام. هنا كده اتاكدت ان هي خلاص، وحطيت طبعا عليها معلقتين كبار سكر بودر عشان بيدي لون حلو للسمنه. جبت بقى كوبايه من اللي هي بتاعه المج الشاي العاديه، ولازم تبقى دافيه يا بنات ومايله للسخنه، علشان خاطر ما تنزلش على الكنافه طبعا ساقعه تروح مجمده كده ومعرفش اعملها، فلازم تبقى سخنه. سخنه ان ايدك تستحملها، بس عموما هي اول ما بتنزل على الكنافه بتبقى لسه ساقعه، بتهدى يعني بتعرفي تمسكيها. بمسكها بقى كلها افضل افرك فيها كده لحد اما السمنه تتغلغل في كل الكنافه. انا عايزه اقول لكم انا بدخل فيها بايديا الاتنين، اديني دخلت اهو بايديا الاتنين كده اكني ببس دي الكحك. الكحك لما بنيجي نعمله بنبسته كده بالسمنه، دي اكن انا بعمل كحك بالظبط. اخدمي الحاجة كويس علشان خاطر تظبط معاكي. الحاجة بتتكلف والسمنة غالية وكل حاجة غالية، فعشان ما تبص مننا علشان ايه الحركة دي، لا بفضل اقلب فيها لحد ما اتأكد ان كلها شربت السمنة. هنا بقى بجيب صينية، الصينية دي الصينية الوسط في الطقم بيبقى 3، انا في الطبيعي بحطها في الكبيرة، بس انا الكبيرة عند ماما، كنا معزومين اول يوم رمضان وعاملها فيها صينية بسبوسة، وبقى ما جبتهاش معايا فعملتها في التانية عادي. المهم هنا بدأت أوزع، باخد نص الكنافة واحطها في الصينية، وابدأ اوزع واضغط، الاقي مثلا حتة عالية وحتة واطية، لا بسويها كلها وكلها سوا واحد، وانزل واطبطبها بايدي كده او ابطها بايدي كده، اضغط عليها بايدي علشان خاطر اتاكد ان هي ايه ان هي بقت سوا واحد وان هي مضغوطه، عشان ما اجي اشيلش القطعه تروح مفشكله مني. هنا بقى جبت 3 معالق جوز هند و3 معالق زبيب و3 معالق سوداني، بس انا السوداني عاملاه ناعم، ومعلقتين سكر خشن اللي هو سكر الحبيبات العادي. ورحت جايه بقى موزعه المكسرات دي في النص. انا في الطبيعي ما بحطش المكسرات لان ولادي اصلا مش بيحبوها، يعني انا عايزه اقول لكم عشان ياكلوا دي لما لاقوني انا مش مكتره فيها، يعني انا هنا الكميه مش كتير قوي لان انا عارفه ان هم مش بيحبوها، بس انا قلت تغيير كل مره اعملها ساده. قلت تغيير احط فيها ايه الزبيب، انا بحبه صراحه يعني، بس برضو بميل للساده اكتر زي بتاعه المحلات كده، بتاعه المحلات بتبقى متباعه ساده فانا بحبها زي بتاعه المحلات، وهم برضو بيحبوها كده، بس قلت ايه تغيير. المهم هنا برضو بقى نزلت عليها نص الكنافه الباقي، وضغطت عليها بايديا الاتنين يا بنات. لو عايزه هنا مثلا تحطي تفردي كيس وتنزلي عليها بصينيه اقل تمام، بس انا بعملها بايدي كده بستسهل وببقى ضامنه ان هي كلها بقت سوا واحد. كان فايض معايا بقى من كوبايه السمنه معلقتين 3 كده، كانوا بدأوا يجمدوا، رحت حطاهم على النار دافيه خالص لحد ما برضو دفيوا تاني، وبدأت اوزعهم على وش الكنافة. هنا بقى دخلت الكنافة في فرن سخن، وانا قبل ما احط الكنافة في الصينية كنت مولعاه، بحطها على الشبكة في نص في نص على الرف اللي في النص على الشبكة في نص الفرن اقصد،
واسيبها والنار من تحت بس وسط، اسيبها تاخد راحتها عشان تتحمر كلها. يعني بتقعد لها مثلا ساعة الا ربع 40 دقيقة في الفرن، وبفضل متابعاها. خلاص فصلت من الجناب ومتأكدة ان هي من تحت اللون اللي انا عايزاه، ممكن ابقى اولع الشواية دقيقتين وانا واقفة جنبها ما بسيبهاش. بطلعها، بحط عليها الشربات تقيل. انا الشربات ما عملتوش معاك عشان عملته قبل كده. الشربات تقيل. دي بتاخد كوبايتين من بتاعة العصير، الصينية دي كوبايتين من بتاعة العصير، سكر، وكوباية ونص مية، ونص عصرة ليمونة، وباكت فانيليا، واقلبه بالراحة وارفعه على النار. بعد ما تغلي اسيبها 10 دقايق لحد ما يتقل، واسيبه واعمله قبلها عشان خاطر يبقى بارد وانا بحطه عليه. هنا طلعت بقت زي الفل وجميلة وطرية زي بتاعة المحلات، احنا بنحبها طرية كده. لو وصلت معايا لحد هنا، متشكرة قوي على مشاهدة الفيديو. ما تنسيش اللايك والاشتراك في القناة. كل سنة وحضراتكم طيبين ومع ألف مليون سلامة.